اهلا بيكم معانا. النهارده هنعمل رز بسمتي وكفته وسلطه دقوس زي ما حضراتكم شايفين. جميله جدا واكله سهله وبسيطه، ممكن اعملها قبل الفطار بساعه واحده بس. زي ما حضراتكم شايفين نص كيلو لحمه مفرومه، انا كنت متبلاها قبل كده، حطيت لها ملح وفلفل وكيس بهارات كفته من عند العطار ونص رغيف بلدي على النص كيلو دقيق. بليته وسبته لما اتبل كويس قوي وبقى طري معايا، ورحت عصراه من الميه وقلبته فيها في اللحمه في الكبه زي ما حضراتكم شايفين. هنصبعها مع بعض، انا بصبعها بشويه زيت كده. بقت جاهزه معايا، ده شكلها ما شاء الله جميله جدا، هتعجبكم. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. زي ما حضراتكم شايفين هاخدها واروح بيها على الفرن، وهجهز لها شوية زيت، معلقة ملح على فلفل صغيرة، وهحط معلقة صلصة كبيرة ومعلقتين خل، وبعد كده هحط ربع كوباية مية صغيرة وهقلب كويس. وبعد كده هطلع الكفتة من الفرن بعد ما اتشمعت، هبدأ ادهنها بالفرشة. ادهنيها وشبعيها كويس، هتديك طعم حلو وجميل جدا، وهتلاقيها متشمعة ما شاء الله زي الفل، هتعجبك ان شاء الله. بعد ما هخلص هاخدها واروح بيها على الفرن تستوي، وهدي عليها النار تستوي براحتها. هنجهز الرز البسمتي، هنحط معلقتين سمنة كبار وهحط الرز، وبعد كده هقلبه واشوحه كويس قوي في السمنه. حتى حابه تحطي سمنه على زيت حطي براحتك، وبعدين اول ما اسمعه بيخرفش معايا اروح نازله بالبهارات، ومجهزه ميه مغليه في البراد، وبعد كده هروح مزوداها وتغلي قوي. مجرد ما يغلي ويتشرب ههدي عليه النار وهسيبه يستوي براحته خالص. هنجهز سلطة دقوس، طماطم فلفل شطة خضار ليمون توم زي ما حضراتكم شايفين، وفي الكبة، وهفرمهم كويس قوي وانعمهم. وبعد كده بحط عليهم شوية ملح شوية كمون، وبعد كده عصرة ليمون، وبعدين عود خضار انا خرطت عليها خضار كزبرة خضراء زي ما حضراتكم شايفين كده، وهقلبها وكده بقت جاهزة معايا. وهنبدأ نقدم الاكل مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. انا هحط الرز البسمتي واطباق صغيره كده، بولات صغيره، وهحط الرز وهحط الدقوس، وبعد كده ما شاء الله دي الكفته معانا اهي. حابه تصبعيها من غير عصيان الشيش طاووق زي ما تحبي، ما شاء الله جميله جدا ولذيذه تحفه ما شاء الله. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. اشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين.